السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنعمل النهاردة مع بعض القراقيش، بس هنحقق فيها المعادلة الصعبة. ازاي القرقوشة بتاعتك تبقى ناشفة ومش مسملة، يعني ما الاقيهاش قاسية قوي على اسناني وانا بقطمها، لا الاقيها دايبة بمجرد ما احطها في بقي، بس ماسكة نفسها علشان لما تحطيها في كوباية شاي بلبن سخن او كوباية شاي تبقى قرقوشة كده من قراقيش زمان. والفيديو ده كله برعاية ماما، لان هي اللي شجعتنا نعمل ده، وهنعمله بقى بطريقتها، الطريقه القديمه بتاعتنا بتاع زمان بدون اي افتكاسات. يلا بينا بسرعه نشوف مقاديرنا النهارده. دي مقادير كيلو من الدقيق. هنحط عليها كده، انا جبت كوبايه من اللبن الدافي، هحط عليها معلقه كبيره من الخميره الفوريه وخمس معالق من السكر، وادوبهم مع بعض ونسيبهم على جنب لغايه ما الخميره بتاعتي تنشط كده وتشتغل، والسكر يخليها تشتغل معانا. هقول لك في خلال الفيديو هنحط سوائل قد ايه بالظبط على الكيلو دقيق. دلوقتي بقى هجيب الدقيق بتاعي وهبتدي احط عليه خطوه مهمه قوي قوي وما تنسيهاش ابدا. هنجيب كيلو من الدقيق نحط عليها نص معلقه من الملح. ما تقوليش الملح ازاي عليه، او احط طرطوفه ملح صغيره. الملح هو اللي بيدي طعم لاي حاجه على فكره من الحلويات، بس بما انه مش صنف حلو قوي يعني ده قراقيش، حطي نص معلقه وانتي مطمنه. الكيلو من الدقيق في القراقيش بياخد كوبايتين اتنين من السمنه. كوبايتين من السمنه، ما تحطيش زيت. الزيت هينشفها قوي ويصملها ويخليها القراقيش بتاعتك قاسيه. انا عايزاها نحقق فيها المعادله الصعبه اللي اتفقنا عليها، ان هي تبقى ناشفه وفي نفس الوقت اول ما اقطمها كده تدوب في بقي. دي سمنه بلدي صافي، عايزه تستخدمي سمنه عاديه، عايزه تخلطي ما بين الاتنين، عايزه تحطي زبده، كله متاح. دلوقتي بقى حطيت سمسم على كيلو دقيق، وبعدين هننزل بالمادة الدهنية بتاعتي بعد ما قلبت فيها السمسم بالشكل ده. دي القراقيش بقول بطريقة زمان، يعني اللي هي بدون أي افتكاسات خالص، بدون ما نعمل فيها أي تغييرات أو إضافات مختلفة عن اللي اعتدنا عليها من زمان الزمان. يعني دي حاجة من الحاجات القديمة بوصفتنا القديمة. ويعني عايزة أقول لكم كمان إن تلات أرباع الفيديو بإيد ماما، ربنا يبارك في عمرها يا رب ويخليها لي يا رب. هنبتدي بقى نعمل اهم خطوه دلوقتي في اعداد القراقيش. ايه هي بقى؟ ان انا همسك الدقيق اغلفه بالماده الدهنيه بتاعتي تغليف كامل، يعني عايزه كل ذره دقيق تتغلف تماما بالماده الدهنيه قبل ما اضيف السوائل خالص. هي دي خطوه مهمه جدا لو انت بتعملي قراقيش او كحك، هي دي اهم خطوه لنجاح نوع المخبوز اللي انت بتعمليه. فدلوقتي انا بنبتدي نبس القرقوشه كده بتاعتنا ونغلف كده كله. بعد كده ننزل بقى بالخليط اللي انا عاملاه، اللي هو اللبن على السكر على الخميره. كوبايه من اللبن، 5 معالق من السكر، معلقه كبيره من الخميره. الكيلو بياخد من كوبايه لكوبايه ونص من السوائل. عايزه تضيفيها لبن صافي براحتك، عايزه تضيفي كوبايه لبن ونص ميه زي ما انا عملت برضو براحتك. يعني حدد قد ايه بالظبط، كوبايه ولا كوبايه ونص على حسب نوع الدقيق بتاعك. يعني انا العجين الدقيق بتاعي اتلم بكوبايه ونص، فانا ضفت للكيلو كوبايه ونص من السوائل، كوبايه لبن ونص ميه. دلوقتي بقى انت مش بتعجني، بتفتحي بس كده في العجين. يعني انا عايزاكي تفتحيه بس كده لغايه ما يتلم معاكي، مش عجن بقى عجن زي ما بنعمل كده في المعجونات، عشان انا مش عاوزه يتكون لي عرق للعجينه بتاعتي. انا عايزه بس افتح في العجينه بتاعتي وتتلم معايا بس كده. هي كده زي الفل وجميله جدا جدا. هوريكي بقى دلوقتي. هنبتدي اذا بتعملي كحك او بتعملي قراقيش لازم تمسكي العجينه وتخليها تاخد درجه حراره ايدك عشان تتظبط معاكي وانت بتقطعيها. لازم يعني ما اخدش كده على طول وتك واشكل، لا، لازم تاخد درجة حرارة ايدك. بصي كده، ولا مشققة ولا اي حاجة، هي كده زي الفل. هسيبها ترتاح ساعة وبعدين نبتدي في التقطيع. طبعا دلوقتي ست الكل بقى، ربنا يبارك لنا في عمرها يا رب، كده بدأت بقى في التقطيع. بنبططها بسمك سنتي ونص تقريبا، من سنتي لسنتي ونص على حسب السمك اللي انت عايزاه، بس انا بفضلها تكون رفيعة. وبعدين هنكمل بقى الصينية بتاعتنا كلها كده داير ما يدور. وما شاء الله عملت معانا كميه حلوه قوي. هوريكي الكميه، كيلو عمل كميه محترمه جدا. عايزه اقول لك ان كيلو القراقيش دلوقتي بقى بيتراوح سعره من 70 ل 80 جنيه. لكن لو انت عملتيه في البيت بقى، اولا طبعا ده بغض النظر بقى عن ان النظافه وان هي حاجه نظيفه ومعموله بايدك وضامنه كل حاجه فيها ومعموله بسمنه بلدي و... وتبقي بتاكلي اسرتك كده حاجه مضمونه. قولي بقى كمان السعر، يعني شوفي انت بقى كيلو الدقيق بكام وشويه السمنه اللي انت حطيتيهم بكام، واكيد اكيد هيكون ارخص من بره بكتير، لان بره مش هيعملوها بسمنه بلدي صافي. انا بقولك اللي ب 70 ل 80 دي مش بسمنه بلدي صافي. فشوفي بقى هي تكلفتها مقارنتها ببره
فطبعا يعني زمن شراء العبد ولا تربيته ده اعتقد مش في زمن الغلاء اللي احنا فيه ده اعتقد ان احنا كده لازم نعمل كل حاجة بايدينا في البيت. بنبططها بالشكل ده وتقطعيها بقى، عايزة تقطعيها عندك اللي هي القطاعة اللي هي المشرشرة دي تمام، ما عندكيش دي برضو بتأدي المهمة، يعني حلوة وجميلة وزي الفل السكينة يعني. ممتاز كده قوي. نرص بقى الصينية وبعدين هنحطها بقى كده على جنب. لو انتي في الشتاء هتبقي محتاجة ان هي تاخد مثلا من ساعتين ل3 علشان تخمر. في الجو بتاعنا دلوقتي اللي هو ايه لسه الجو مش برد قوي يعني. لكن لو برد قوي انت طبعا هتحتاجي وقت اطول من كده، بس لاننا مستخدمين كمان خميرة فورية مش الخميرة البيرة العادية، فهي بتنجز معانا قوي. انت لما هتلاقي حجمها اتضاعف وارتفعت كده والسمك بتاعها عالي، احفظي معايا السمك ده كويس قوي وشوفي لما تخمر هيبقى شكلها عامل ازاي. هتعرفي على طول ان هي خمرت، وهتبصي تلاقي ريحة الخميرة كده بدأت تظهر. اعرفي على طول كده ان هي خمرت خلاص. طبعا انا باخد كمية من الطبق وارجع اغطيه بالكيس علشان ما تنشفش معايا، ده خطوة مهمة قوي. ما تسيبيش، ما تقعديش تاخدي كده وتسيبيها منشوفة العجينة بتاعتك، لازم تغطيها كده بكيس بلاستيك علشان تفضل طرية معانا. خلصنا بقى كده ما شاء الله الكمية كلها. تعالي بقى بصي كده معايا عملت معايا كمية قد ايه، بسم الله ما شاء الله تبارك الله اللهم صل على النبي. كمية حلوة جدا جدا يعني. كده هي خمرت على فكرة. وبصوا بقى الارتفاع اللي حصل كده دلوقتي ده مقارنة باللي كان من شوية، ما شاء الله ارتفعت اهي. ريحة الخميرة ظهرت جدا. بصوا عملت كمية قد ايه. طبعا ده ما يعادل طبعا بالاضافات اللي احنا ضفناها 2 كيلو قراقيش لو انت بتشتريها من بره، يعني تقريبا 140 جنيه. انت عملتيهم في البيت بقى بكام؟ هو كيلو دقيق واحد. فطبعا اوفر كتير جدا جدا. انا دلوقتي قايده الفرن بتاعي على درجه حراره 160، يعني انا مش عايزاها اعلى من كده لان عايزاها تستوي على الهادي قوي وتديني اللون الحلو. هتاخد معاكي وقت طويل على فكره، يعني ممكن تاخد اكتر من نص ساعه سوا، مش مشكله خالص، بس تديني الدرجه دي، الدرجه اللي هي لا غامقه متحرمشه واستوت بسرعه وبص الاقي قلبها من جوه عجين، ولا اللي هي اللون اللي هو الكاتم قوي. لا انا عايزه اللون الحلو الذهبي ده ومن جوه مستويه وجميله. هوريكي بقى من جوه عامله ازاي. لو انت بقى زودتي درجه الحراره وهديت لك 10 دقايق بس سوا، هتبصي تلاقيها من جوه قلبها عجين مش قلبها ناشف كده وجميل. بصي كده، بصي كده السوا ده واحد من الاسباب الاساسيه ان هي تطلع لك مقرمشه بالشكل ده. ما شاء الله سواها جميل جدا، طالعه مقرمشه قوي قوي قوي. يعني لو ما كانش في اصوات جنبي كنت جبت لك صوتها وانا بقطمها كده عشان تشوفي مدى القرمشه بتاعتها، بس كان في صوت جنبي فما كانش ينفع ان انا احتفظ بالصوت في الفيديو. بصي كده بقى انا هكسرها كده كمان مع بعض. بصي كده بتتكسر بسهوله، بسهوله جدا، وفي نفس الوقت مقرمشه. هو دي بقى المعادله اللي انا عايزاكي تحققيها من خلال الفيديو بتاعنا، بانك تعملي لكل كيلو من الدقيق كوبايتين من السمنه. سمنه بقى نباتي سمنه بلدي براحتك اللي انت عايزاه، بس اهم حاجه انها تكون سمنه او زبده براحتك. برضو الماده الدهنيه بتاعتك كوبايتين 2 لكل كيلو. بصي السوا جميل ازاي. هوريكي بقى كمان قلبها من جوه. بصي اللون، شايفين اللون حلو قوي ازاي. اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الف هنا وشفا على كل اللي كلوا منها يا رب. بجد حلوه قوي 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 وريحتها قلبة الدنيا كلها، مش قادره اقول لكم جميله قد ايه الريحه. طبعا السمنه البلدي بقى عامله شغل عالي جدا 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 يعني. وبصي بقى كمان هوريها لك من جوه هشه ازاي وفاضيه من جوه والتخمير بتاعها طلع مظبوط جدا جدا. بصي كده الجمال. اتمنى ان الفيديو بتاعنا النهارده يكون حاز على اعجابكم. لو وصلتي معايا لغايه دلوقتي في الفيديو ما تنسيش لو انت مش مشتركه في القناه بسرعه اضغطي على زرار الاشتراك اللي باللون الاحمر، فعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وادعوا لي كده ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه هيكون في فيديوهات كتير. الفيديو ده متصور بقاله فتره على ما عملت له المونتاج، يعني ربنا ييسر الحال يا رب ويعيد لي الشغف ان انا اكمل تاني في القناه. ان شاء الله باذن الله نلتقي مع بعض وفيديو جديد، وفي رعايه الله يا احلى بنات.